ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده فطيره ترند ومنتشره جدا الايام دي. اسمها فطيره طاقية السلطان. سموها بالاسم ده عشان هي شبه طاقية السلطان فعلا. شكلها مدوره وفيها تدرج الوان بالشكل ده، شبه طاقية السلطان اللي كان بيلبسها على راسه وايام المسلسلات التاريخيه اللي كنا بنتفرج عليها زمان. فبالتالي سموها بفطيره طاقية السلطان. هي عجينه بريوش. عجينة سهلة جدا. وتابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل التكات وكل التفاصيل اللي هتطلعها معاكم مظبوطة وهشة وقطنية من جوه وطعمها خطير. عشان نعمل بقى فطيرة السلطان او البريوش محتاجين مع بعض هنا حاطة 3 كوبايات وربع من الدقيق المخبوزات، معاه عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او باكت من الخميرة الفورية الجاهز، عليه كمان رشة ملح معالق كبيرة من السكر، وقلبتهم مع بعض كده كل مكونات الجافة دي كده مع بعض اهو. هنحتاج بقى مع بعض، هنحتاج بياض بيضة فاصلين عن الصفار، كوباية حليب دافي، ربع كوباية زيت. هنحتاج مع بعض معلقة ونص من الكاكاو، وكمان معلقة من الفانيليا السايلة. هنبدأ بقى مع بعض كده بعد ما خلطنا كل المكونات الجافة كده مع بعض. هننزل بقى بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة اهو. حتى عشان حاطينه بيض هنحط فانيليا عشان ريحة البيض اهو. حوالي كده معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر براحتكم. وهنزل بقى بالزيت اهو، وندوب بقى كده مع بعض اهو بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هننزل باللبن واحدة واحدة ونعجن. هنزل بكوباية اللبن واحدة واحدة كده والم في العجينة معايا اهو بالشكل ده. ننزل بقى ببقية اللبن اهو ونعجن بقى ونلم معانا لغاية ما العجينة تتلم معايا. هرجع لكم اقول لكم اعمل ايه. اهي العجينة بعد ما اتعجنت هنقسمها بقى نصين كده بايدينا بالتساوي، يعني بشكل عشوائي، او لو حابين توزنوها على الميزان بالنص توزنوها. انا هقسمها بشكل عشوائي كده نصين اهي. اهي هي بتلزق سنة، بس مجرد ما احط عليها الزبدة دلوقتي واعجنها مش هتلزق معايا سنة اهي. اهي كده يعني قسمتها نصين بالتساوي اهي بمجرد النظر. ما عملتهاش على ميزان. هاخد نص في طبق ونص في بولة تانية اهو. هننزل بقى بالنص ده كده ونحط عليه مفروض معانا معلقة ونص من الكاكاو. فهنزل واحدة واحدة بالكاكاو كده وادخله معايا العجينة بالشكل ده اهو. ننزل ببقيته كده اهو. هنحط بقى بقية الكاكاو اهو معانا. دلوقتي انا فضلت اعجن بيها، حطيت كمان معلقتين من كبار من الحليب الدافي عشان اقدر الم بيها العجينه، عشان انا حطيت كاكاو فحطيت معاه بقى معلقتين. دلوقتي هحط معلقتين كبار من الزبده اهو. وهبدا بقى ايه ادخل الزبده جوه العجينه معايا. متقلقوش من شكلها، هي تتلم اهي العجينه تلم مع الزبده كده اهو بالشكل ده كده. اخر حاجه الزبده زي ما قلت لكم، الزبده بتدي هشاشه للعجينه وبتديها تخليها كده هشه وجميله افضل من الزيت. واللي مش عنده برضو ما يصعبش على نفسه ممكن يحط زيت اهو. هلمها كويس واوريها لكم.
عملت شكل العجينه البني اهي. بعد ما دخلت الزبده جواها بالشكل ده، هسيبها بقى اغطيها بستريتش واسيبها في مكان دافي لغايه لما تخمر معايا. تاخد حوالي ساعه كده على ما تخمر في الجو الساقع اللي احنا فيه. ومعانا هنا العجينه الابيض، برضو احط عليها معلقتين زبده واعجنها كويس، وبرضو اغطيها واسيبهم الاتنين يخمروا. وبعد ما يخمروا هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي بقى بعد ما عدى ساعه على العجينه وخمرت معايا اهي، الاتنين خمروا وارتفعوا ما شاء الله اهو. هنبدأ بقى نشتغل فيهم مع بعض. هناخد بقى العجينة البيضة بتاعتي اهي، وهنبدأ بقى نفرد فيها كده اهي. هنفردها بشكل مستطيل، انا عايزاها مستطيلة معايا اهي. هنفردها كده بشكل مستطيل اهو. هنفرد فيها بقى بشكل مستطيل كده اهي. فردتها بشكل مربع بالشكل ده، واحاول بقى بايدي كده اظبط فيها الجناب اهو. الاسود ده العجينه مكان الشوكولاته اللي قطعتها، فمش مشكله. انا كده كده هحط عليها العجينه البني اهي. هنبدا بقى نجيب العجينه البني ونفردها بنفس الشكل كده، وهقول لكم هنعمل ايه. اهي العجينه البني برضو ظبطتها بالشكل ده. هبدا بقى اشيل البني اهو. خدت البني كده فوق الابيض اهي، شلتها حطيتها وحاولت اظبط شكلها بالشكل ده اهو بحيث ان هما الاتنين كده يبقوا متظبطين فوق بعض اهي بالشكل ده كده اهي. بس كده كده معايا. حاولت اظبطها بالشكل ده اهي. معانا اي بقى شوكولاته دهن هناخد منها اي نوع شوكولاته دهن اهو. هنحطه على العجين بتاعتنا اهي. اي شوكولاته دهن كده اهو هنفردها معانا. اي نوع بقى انتوا تحبوه. دي شوكولاته نوتيلا انا عاملاها في البيت اهي. فهفردها على العجين كده، هدهنها بالشكل ده كده اهو. حابين بقى تحطوا مكسرات حطوا، حابين تحطوا شوكولاته ابيض تدهنوها شوكولاته ابيض تحطوا، حابين تحطوا اي حاجه بقى الذوق بتاعكم هتحطوا اللي انتوا عايزينه اهو. انا دهنت نصها كده مش كلها، يعني الربع اللي فوق ده اهو بالشكل ده. معايا شوكولاته دارك بقى انا مقطعاها قطع صغيره. هنزل بقى بيها اهي كده شوكولاته دارك اهو. اي نوع شوكولاته انتوا تحبوه. هنبدأ بقى مع بعض كده بالسكينة من عندنا من الربع اللي تحت كده، يعني اقل من النص اهو. ونقطع كده فيها رفيع بالشكل ده اهي بالسكينة بتاعتي. هنقطع طرنشات رفيعة بالشكل ده كده اهي. عملتها بالشكل ده كده بقى. هنمسك واحدة واحدة كده وابدأ الفها بالشكل ده كده اهو، كأني بضفرها الف كده اهو. طبعا عشان العجينة ارتاحت معايا وخمرت متماسكة وما بتقطعش معايا اهي ما شاء الله جميلة اهي. هعملها كلها بالشكل ده كده اهو اهو. هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة اهي، كأني بضفرها بالشكل ده كده اهي. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة كده اهو. شايفين انا عملتها ازاي من تحت اهي. هبدأ بقى اللف بتاعنا هيبقى كالتالي. هنبدأ بقى كالتالي. هنمسكها من هنا كده اهي ونبدأ نلفها بالشكل ده كده اهو. هنلفها رول بالشكل ده اهو. عايزه اجيبها لكم اهيت بالشكل ده كده اهي اهي. شايفين شكلها جميل ازاي. هحطها في النص عشان اعدلها اهي. شايفين شكلها بيتكلم عنها اهي اهي. وابدا بقى بايدي كده اعدلها اهو. خدها اقفلها بالشكل ده كده اهو اهيت
طبعا الجنب المفتوح ده هحاول الزقه هنا مع بعضه واقفله بايدي اهو. اهو ظبط ده كده طبعا اهو. كل حاجه بالراحه طبعا عشان الشكل بتاعها ما يبص معايا. اهي شايفين شكلها جميل ازاي. هجيب بقى صينيه وابدا انزل بيها. اهي قفلتها بالشكل ده. هنجيب بقى اي صينيه عندنا ما بتلزقش. هندهنها زبده اهي بالشكل ده من الاحرف ومن النص، وممكن تحطوا ورقه زبده كمان عشان تضمنوا انها ما تلزقش معاكم. وهنبدا بقى نشيلها ونحطها معانا في الصينيه هنا. اهي نقلتها اهي معانا اهي. شايفين شكلها يا جماعه روعه وريحتها جميله جدا. اهي هنسيبها بقى تخمر مره تانية. بس قبل ما نحطها في الفرن هنجهز الخليط اللي هندهنه على وشها. هوريهولكوا بس نسيبها بقى نغطيها الاول بستريتش وباي فوطه وندخلها مكان دافي ونسيبها تخمر براحتها. يعني نسيبها ساعه لغايه ما تخمر وترتفع معايا. شكل العجينة اهي بعد ما اختمرت اهي بالشكل ده. قعدت ساعة اتخمرت كويس جدا. دلوقتي انا هجهز بقى اي طبق عندي. هحط فيه هنا صفار البيضة اللي احنا طلعناه، وكمان هحط عليه معلقتين حليب، وكمان معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من النسكافيه اللي هو القهوة سريعة الذوبان. وهبدأ ادهن الوش بتاعي قبل ما ادخله الفرن. وهنبدأ بقى ندهنه. انا بحب جدا النسكافيه اللي هو القهوة سريعة الذوبان في المعجنات، تخلي طعمها حلو. بس تخليها كمان تحمر معايا اهي بالشكل ده كده. اهو هدهن بقى الوش كله. وفي الوقت ده بكون مسخنه الفرن معايا. اهم حاجه الفرن يكون سخن على درجه حراره 180. هندخلها لغايه لما تستوي وتاخد لون كده. نقوم مطلعينها على طول وهوريها لكم بعد ما تطلع. مش عارفه اقول لكم اصلا ريحتها جميله جدا من قبل ما تدخل الفرن اهي. اهم حاجه بس بالراحه عشان الخمر بتاعها ما يروحش معايا اهي كده. دهنتها اهي بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن ولما تطلع هوريها لكم واقول لكم قعدت قد ايه بالظبط في الفرن. اهي طلعت معايا اهي. خدت معايا في الفرن حوالي بالظبط كده 40 دقيقة. يعني هتاخد معاكم من 40 ل 45 دقيقة على حسب سخونية الفرن بتاعكم. اهي شايفين شكلها ولونها احمر وجميل من الخليط اللي انا دهنته بيه للوش. جميلة جدا. اول وهي سخنة كده اما تطلع من الفرن هندهن وشها زبدة اهو. هندهنها الزبدة بتديها لمعة كده جميلة اهي. لما دهناها كده بقى هنسيبها تبرد خالص قبل ما نطلعها من الصينية ونقطعها عشان ما تتهريش معايا. اهي هغطيها وما تبرد هقطعها معاكم واوريها لكم. اهو شكلها بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الجمال. انا سبتها ما بردتش قوي بس قلبتها. هي مش لازقه معايا اهي. شايفين بالشكل ده. اهم حاجه تسيبوها تبرد عشان ما تتكسرش معاكم، عشان شكلها جميل جدا مش عايزين نبوظه. هفتحها معاكم واوريها لكم. عايزه اوريها لكم بس قد ايه هي دايبه. شايفين وقطنيه ازاي من جوه. شايفين طلع دخانه سخنه اهي. اقطع معاكم حته كده اهو. انا عايزاكم بس تسيبوها تبرد قبل ما تبداوا تقطعوها. شايفين الجمال. شايفين قد ايه هشه وقطنيه وطعمها خرافه. جميله جدا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير. باي باي.